اهو اللي هنأكله للزغاليل زي ما انتم شايفين. طبعا هنقلبه تقليبه كويسه. طيب واحد هيقول لي ايه هو اللي محطوط جوه؟ لا، انا ابتدي اتعامل مع الزغلول بحنيه. ليه؟ عشان صدره ما يفرقعش. بصوا الزغلول يا جدعان بعد ما كل، بعد ما ادينا له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغوايه. احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل راجل جدع بيكتب لنا كلمه حلوه. طبعا يا رجاله زي ما احنا شايفين ان الجو حر ورمضان خلاص بيخلص، فالجو الحر ده اساسا بيخليش الحمامه عندها جهد ان هي تعرف تزق كويس، فهتلاقي الزغاليل ابتدت ان هي تتمص منك او تنشف منك. هات زغلول باكستاني كده الصغير خالص ده، تلاقي الزغاليل عندك ابتدت تبقى بالمنظر ده كده رغم ان هي واكله وكل حاجه. طيب ايه اللي بيحصل للزغلول ده، او ايه السبب ان الزغلول ده يبقى بالحاله اللي انت شايفها رغم ان اخوه، هات اخوه كده، رغم ان اخوه زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف في فرق كبير، فرق شاسع. الفرق ده طبعا بتبقى المشكله من الاول بسبب الحصى، ان في حصوايه بتفك قبل الثانيه بيومين، ودي بنعالجها ان احنا بنشيل الحصوايه دي وبنحط الحصوايه دي. طب انت هتيجي تقول لي مثلا زغلول زي البهلوان الاكول ده هو ليه مثلا صحته كويسه وكده؟ لان ده بيتربى تحت اهاليه لوحده، يعني حصوايه اتكسرت وحصوايه طلعت، فبالتالي هو طالع زغلول لوحده، فهم مربينه لوحده. طيب انا دلوقتي عشان اطلع زغلولين كويسين من اول ما الحمامه تبتدي تفك، الحمام بيلبن 5 ايام. حمام بيلبن 5 ايام. يعني ايه بيلبن؟ ركز معايا الله يبارك لك عشان انا هفيدك الفيديو ده افاده جامده جدا. يعني ايه بيلبن؟ يعني بياكل الاكل، الذكر والنتايه بتاكل الاكل وبتطحنه وبعدين ترجع تزقه لابنها، بعد كده بتطلع ترجع تزق الاكل اللي اكلته لابنها، فبالتالي كده الاكل ملبن يعني مطحون. لكن الذكر بعد ال5 ايام بيبتدي ان هو يساعد مع النتايه، فبالتالي بيزق ذره سليمه، بيزق الذرايه سليمه، الذرايه سليمه، ذره صيفي، ذره عويجه، ذره اللي انت بتحطها هياكلها فول هيزقها سليمه، فبالتالي الزغلول ما بيعرفش يهدم، الزغلول ما بيعرفش يهدم الذره السليمه، فبالتالي بيخس. طيب انا دلوقتي عشان ارحم الحمام من الزق في الحر والحمام ما يموتش الزغاليل، كل الحاجات دي احنا ممكن من اول ما الحمامه تبيض، انا ممكن اشيل البيضه واحطها في كرتونه واعمل لها فقاسه باللنده وابتدي ان انا اشتغل مع الزغلول من عمر يوم. طيب انا بحب احط الحمام تحت اهاليه، فبالتالي بيطلع زغلولين زي كده. لو احنا متابعين مع بعضينا الزغلولين دول كانوا حجم واحد من يومين، ابتدى ان واحد يشد حيله وابتدى التاني النمو بتاعه بيقف كده. ده بيعرف يهدم الذره لو مسكتها، هي ذره سليمه، ده الذره سليمه. يا رب بس تبان في الفيديو ان الذره باينه في صدره سليمه اهي. فازاي زغلول بالسن ده هيعرف يهدم؟ مش هيعرف يهدم الاكل اللي محطوط له. طيب انا بعمل ايه؟ بجيب سرنجه زي كده زقاقه من السوق، دي من السوق بتاع السيده عيشه ب 12 جنيه ونص، دي ب 12 جنيه ونص. وحته الخرطوم ده اهم حاجه علشان ده اللي ما بيعورش، ده خرطوم طري ما بيعورش بق فرد الحمام. لكن لو احنا اشتغلنا بالزقاقه دي كده هنعور بق فرد الحمام وهنبهدل الدنيا، فبالتالي احنا عايزين الجلده دي. طيب انا مش متوفر عندي دي ومش عارف اجيبها وما اعرفش بتتباع فين، هجيب ازازه ميه، ازازه ميه يا جدعان بس عشان احنا في رمضان صايمين مفيش ازايز، ازازه عاديه وهنخرمها من فوق بمسمار، هنسخن مسمار ونخرمها. وعند اي واحد بتاع عربيات عند موان هنقول له ادينا حته خرطوم زي دي. ده خرطوم بيتباع عند بتوع البنزين، بيتحط في المكنه وبيتحط في العربيات وبيتحط في كل حاجه، او عند الموانين بيعملوه ميزان ميه، بيتعمل منه ميزان ميه كده للبنا. وبجيبها وببتدي ان انا احط الخرطوم ده في قلب الغطا بتاع الازازه من فوق، وبمسدس الشمع ببتدي ان انا اسيح من جوه عشان الخرطوم ما يقعش، واحط الخليط بتاعي وارجه وابتدي ان انا اشتغل بالازازه. نفس الفكره، والازازه احسن لان الازازه مش هتكلفك زي دي. لكن احنا طبعا عشان اليوتيوب وكده دي مش هتعيش، خلي بالك دي 10 ايام ولا حاجه وهتبوظ. المهم ان انت تبص للزغاليل بعد الفرق الكبير اللي حصل. طيب الخليط بتاعنا اهو اللي هنأكله للزغاليل زي ما انتم شايفين، طبعا هنقلبه تقليبه كويسه.
طيب واحد هيقول لي ايه هو اللي محطوط جوه؟ بص يا باشا، انت ممكن تحط كذا حاجه. انت ممكن تجيب عجينه طعميه وتزقها للزغاليل، ممكن تجيب بسكويت اللي هو البسكويت الاهلاوي والبسكويت الساده وتطحنه وتحط عليه ميه، ممكن تجيب السيريلاك بتاع الاطفال، السيريلاك بتاع الاطفال، ممكن تجيب زبادي، ممكن تجيب العلف وتطحنه اللي هو التوب ميكس او الخليط اللي احنا بنعمله اللي هو العلف، وتحط عليه ترمس مطحون، حلبه مطحونه، فول صويا مطحون، توم باودر وبصل باودر، واي حاجه تحس ان هي هتفيد الحمامتين تبتدي ان انت بتضيفها بمقادير. وانا عامل فيديو عن الخليط ده بالمقادير بتاعته، عامل فيديو هتلاقيه موجود على القناه، الخلطه بتاعه تاكيل الزغاليل. طيب وفي ناس بتحط عيش، بتبل العيش وبتعجنه وبتبتدي ان انت تعمله، كل ده مفيد ومية مية. اهم حاجه في الليله دي كلها ان انت تيجي تركز ان الخليط ما يكونش ناشف وما يكونش ميه. بصوا زي ما انتم شايفين كده هو بيتسحب في قلب الخرطوم اهو، وببتدي ان انا احط للزغلول اهو، ده زغلول برضو اهو بالراحه، لان انا بشوف ناس بتكبس الزغلول. يعني ايه بتكبس الزغلول؟ بتديله مره واحده. لا، انا ابتدي اتعامل مع الزغلول بحنيه. ليه؟ عشان صدره ما يفرقعش. بصوا الزغلول يا جدعان بعد ما كل، بعد ما ادينا له الوجبه بتاعته ابتدى، والمهم ان انا ما ادخلش الخرطوم يا جدعان للاخر، انا بس احط الخرطوم ان ايه، انه ما يقعش. ده طبعا اصغر حجم عندنا، ده اصغر حجم عندنا. هات كده القطاطي ده اهو، ده زغلول قطاطي اهو زي ما انتم شايفين. ده لو ما زقتهوش وما اكلتهوش هيبتدي ان هو زي ما انت شايف كده. بص الزغلول لما كل. طيب انا بقى لما باجي ازقهم، عشان ده حمام تحت اهاليه، ده حمام تحت اهاليه يا رجاله، ركز معايا، ده حمام تحت اهاليه. بعد ما اهاليه بياكلوه، يعني انا بحط اكل في اهاليه واسيبهم نص ساعه، الاهالي تزق، الاهالي تزق، وبعدين انا بساعد. تبص تلاقي الزغلول زي ما انت شايف. اهم حاجه ما تترس الزغلول، يعني خليه هو زي ما انت شايف كده عنده نفس ان هو يقدر يتنفس، عنده نفس اهو. بص هم اهاليه ماكلينه اهو نص بطن. حلو، انا ازوده اديله ليه؟ خلي بالك الخليط ده اهو واحده كامله اهي زي ما انت شايف. بص الزغلول بقى صدره قد ايه اهو، وشخشل اهو، عشان ما حدش يقول لي ده البتاع ده اللي الحمام بقى تلبلق اهو. بصوا اللبلق الاسود ده، بصوا يا جدعان الذره في صدره اهي، ويبتدي ان الزغلول يضعف منك وتجيله انيميا وما يقدرش. تبص تلاقي ريشه مفتل ومش قادر ان الزغلول يعيش. وخلي بالك دي ولا بتبوظ عظم الزغلول ولا اي حاجه يا جدعان، عشان ما حدش يقول لك ده ما تنفعش مع الصافي، ما تنفعش مع اللبلق اهو. ادينا حطينا اللبلق وحطينا لك القطاطه وحطيت لك البهلوانات وادي استراليات اهي، يعني تنفع مع جميع انواع الحمام. طيب انت هتيجي تقول لي انت بتفضل ايه؟ طبعا انا بفضل الخلطه اللي هي فيها العلف وفيها الحلبه المطحونه والترمس المطحون والفول الصويا، لان كل دي فيتامينات، كل دي فيتامينات بتفرق طبعا عن العيش وعن الكلام ده. طبعا العيش حلو للزغاليل وكل حاجه لانه بيبقى سهل في الهضم زي ما انتم شايفين كده. الزغاليل دي بقى انا هفرجك عليها 10 ايام، انا مش ساحر، انا مش هقول لك بكره. اللي يقول لك بكره وبعده ده يبقى كذاب، يبقى كذاب يا باشا. الزغاليل دي مش هتفوق وتقف لنفسها. بصوا الاهالي مأكلين، قرب معايا، الاهالي مأكلين، الذراع الصفراء واقفه في زوره. انت لما تديله شويه من ده انت بتساعده على سرعه الهضم، بتساعده على الهضم اهو. انا بس عايز اوريك ان الموضوع مش متعب. تلم زغاليل غيتك كده، خلي بالك الزغاليل دي كده ممكن ما تحتاجش لاهاليها، يعني انت ممكن تاخدها خلاص تفطمها وتحطهم عندك بقى في كرتونه، تحطهم في الشقه وتبتدي ان انت تشتغل انت معاهم براحتك وبمزاجك. الموضوع سهل.
الموضوع بسيط، الموضوع مش مشكله يعني كبيره اهو. ولو لقيتها مثلا خفيفه تتقلها، ولو لقيتها تقيله والسرنجه مش جايه فيها تحط لها ميه. ويستحسن ان انت لما تيجي تعجن بالميه السخنه وتسيبها لما تخمر وتهدى شويه. يعني ايا كان بتعمل العيش، بتعمل خلطه العيش، بتعمل تعمل اللهم صل على النبي التوب ميكس، بتعجن بسكويت، تخلي دايما البتاعه بميه سخنه، العجنه بميه سخنه. وبعد كده لما العجنه دي تبرد منك، ابتدي ان انت تقدمها له. خلي بالك الزغاليل دي يوم او يومين بالكتير قوي، وهتبص تلاقيه الزغلول ذات نفسه بيجري عليك. يعني انت هتلاقيه لوحده كده خلاص، عارف ان انت جاي تاكله. بصوا يا جدعان كده الزغلول يبقى واقف في بابه 10 ايام بس. اعمل اللي انا بقول لك عليه. هات يا عم كل يوم رغيفين عيش، دقهم ناشفين، دقهم واعجنهم، اضربهم مثلا في خلاط ولا في كبه ولا في اي حاجه، اعملهم عجينه زي كده. وادي الزغاليل واتفرج على الجمال، واتفرج على الحلاوه. بس طبعا انا كده اكلت لكم الزغاليل، مفيش غير ده. احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل الناس اللي بتتابعنا. يا رب الفيديو يكون افادك، وما تنساناش باللايك وتشترك في القناه. احلى مسا عليكم.